السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين، خلاص رمضان خلص والعيد على الأبواب. ربنا يعود علينا وعليكم الأيام بالخير يا رب. معايا النهاردة هشوي البطاية بتاعتي. اللي نسى الفيديو اللي فات ومحضرش معانا المرة اللي فاتت يشوفها معانا المرة دي. اعملها معاكم خطوة بخطوة. بس البطة بتاعتي نقعاها، صفتها من مية النقع بتاعتها، واعمل لها التتبيلة بتاعتها. معايا قطعت بصل وطماطم وفلفل، قطعتهم زي ما انتوا شايفين كده مكعبات. حطيت عليهم ملح، فلفل اسود، كمون، 7 بهارات، بابريكا، توم بودر، بصل بودر. دي البهارات المطحونة. بحط فيها ورق لورا وحبهان. بحط خل وزيت ونص معلقة صغيرة سكر. السكر والخل بيساعدوا على التسوية. نص معلقة صغيرة سكر ومعلقة خل. بدعكهم مع بعض كويس قوي، وادعك البطاية بتاعتي بره وجوه بالمرتة اللي انا عملتها دي، بره وجوه وتحت الجلد، تخليها كلها الصوص بتاعها ده كله غطاها كلها. بعمل فيها كذا فتحة كده بحيث برضو ان البهارات بتاعتي والتتبيلة بتاعتي دي تدخل جوه الفصوص، زي ما انتوا شايفين كده زي ما عملتها. انا هشويها في الكيس الحراري كده. بعمل لها كذا فتحة كده بالسكينة، وهحشيها بالتتبيلة بتاعتها، وهغطيها كلها، وهرش عليها رشة ملح بفلفل اسود من بره، رشة خفيفة جدا، رشة ملح فلفل اسود من بره، اللي يقصد عليها وهي جوه الكيس كده مش بره الكيس. رشة ملح ورشة فلفل اسود، وهقفل عليها الكيس بتاعها، وهحط كوبايتين مية مغلية في الصينية. كوبايتين مية مغلية، ما تحطيش مية برد، مية بتتحط مغلية مع البط. كده خلاص هقفل الكيس بتاعي، وهفتح الكيس 4 فتحات او 5 كده فتحات بالسكينة، فتحات صغيرة كده. كده انا نزلت خلاص بكوبايتين المية المغلية اهو. وفي الفرن بقى على النار الهادية بتاعة الفرن بتستوى براحتها. والمية بتاعتها دي بتزيد على فكرة، مش بتبقى على قد الكوبايتين، لان اكيد بينزل منها اللي لما بتيجي تستوى كده بينزل منها حاجات كده اللي هي السمنة بتاعتها والكلام ده. انا مش فاكرة الاسم والله بصراحة. المهم ان هي معايا بتزيد. هنا انا بغسل الرز بتاعي، اعمل رز ابيض وعاملة لوبيا، بس انا ما صورتش الا البطة بكل تفاصيلها. بس كده انا البطة بتاعتي خلاص خلصت. حطيت لها كوبايتين المية المغلية وقفلتها بالكيس الحراري، وهدخلها الفرن بتاعي لحد ما هتستوي. هتشوفوها معايا لما هتستوي. هنا انا اغسل الرز واظبط له المية بتاعته، واحط له الملح بتاعه واسيبه وولع عليه. وهنا عملت عصير جوافة. البطة بتاعتي خلاص خلصت اهي معايا. شلت الكيس كمان من على الوش عشان افتح الشواية بقى واحمرها من فوق. اللي ما جربهاش بالطريقة دي جربها، اقسم بالله جميلة جدا. بط المشوي ده تحفة. وصلت لحد هنا ولسه ما حطيتيش لايك وما عملتيش اشتراك، اعملي لايك. ولو لسه ما اشتركتيش اشتركي، واكتبي كومنت حلو ليه. كل سنة وانتم طيبين. ده شكل الاكل بتاعنا. تعالوا بقى اقول لكم، فاكرين فيديو بتاع التوم لما قلت لكم القشر بتاع التوم دوت انا مش هرميه؟ هقول لكم بقى دلوقتي انا عملت فيه ايه.
ده شكل الفطار بتاعنا. وعملت طبق سلطة خضراء كمان. كده خلاص ندخل بقى على التوم. معايا هنا ده قشر التوم اللي انا قلت لكم عليه، ما ترموهوش، لو حابه ترميه مفيش مشكله عادي براحتك. هنا انا ولعت الفرن وهحمص القشر، بس انا هنا مش بحمصه مره واحده وخلاص، ده انا بحطه في الفرن يسخن، اطلعه ابرده واطلع السخونيه اللي فيه، وارجع ادخله الفرن تاني. بتعملي كده كتير جدا لحد ما القشر معاكي بينعم قوي. دي كانت اول مره احطه في الفرن، بوريكي ازاي هو بقى ازاي. هرجع ادخله الفرن تاني وتالت. هي بصراحة هادة يعني مش حاجة سهلة. عمايل التوم البودر بالقشر بتاع التوم ده حاجة صعبة جدا والله. حابة تعمليه اعمليه، انا عملته عشان اوريكي بس هو بيتعمل ازاي. بس بأمانة جميل، والريحة والله ريحته انا مش بشمها في اللي بشتريه من بره. الريحة بأمانة انا شم ريحة التوم في البودر اللي انا عملته، لكن اللي بجيبه من بره ما بشمش فيه ريحة التوم. بأمانة جميل جدا. هنا انا دلوقتي حمصته مرة واتنين وتلاتة وتقريبا خمسة ستة. هبدأ بقى اطحنه في المطحنة بتاع البهارات، زي ما بتطحني الفلفل والكمون والكزبرة اي بهارات بتطحنيها هتطحني ده زيها، بس انا هطحنه الاول مرة وهرجع احطه في الفرن يتحمص بعد ما طحنته زي ما انت شايفاه كده. وهنا معايا لسه ما بقاش ناعم للدرجة اللي انا عايزاها. هرجع احطه في الفرن تاني، بس بعد ما اخلص الكمية اللي معايا دي كلها واطحنها اول طحن لحد ما ينعم معايا جدا. وبعدين بنخله بالمنخل بتاع الدقيق عشان هشيل بس الحاجات اللي هي بيبقى فيه بعد واحدة كده خشنة ماهيش حلوة. اهو بقى خلاص خلصت الكمية بتاعتي اهي. هطحنه بقى كله، هديله تحميصة الاول وبعد كده اطلعه ابرده وبعدين اطحنه، ويبقى كده خلاص خلصته. متنسيش اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله. ببرد البودرة بتاعتي دلوقتي. اضغطي لايك، اضغطي اشتراك، فعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ما تنسوش تجربوه. مع السلامة.